ايه الزيطه اللي عاملينها الولاد دي؟ يا سلام يا كامل، انت دايما كده تضايق عليهم يا اخي، مش عايزهم حتى يضحكوا. يضحكوا يا ستي يضحكوا، محدش مانعهم، بس بشويش شويه، الواحد مش عارف لا يقرا ولا يفكر. انت دايما كده، يا تقرا يا تفكر. تسمح تسيب الكتاب ده بقى؟ وبعد ما اسيب الكتاب عاوزاني اعمل ايه؟ اقعد مبلم زي الصنم؟ ما هو لازم الواحد يعمل اي حاجه، يفكر، يقرا، يتكلم. تسمح تقوم تكمل لبسك احسن ميعاد السينما قرب. لبس ايه بقى اللي هكمله اذا كنت قدامك لابس كل حاجه فيما عدا الجاكيته؟ بقالي على الحالة دي نص ساعة منتظر ان حضرتك تلبسي ولا الاولاد يخلصوا، مفيش فايدة. انا قربت اخلص اهو. بقالك ساعة بتقولي قربت اخلص اهو قربت اخلص اهو، امتى هيحصل ده مش عارف. حالا بس مفيش داعي للنرفزة، ولا هو لازم يعني كل ما نطلع فسحة يا اخي نعملها حكاية؟ ولا حكاية ولا حاجة يا ستي، نستنى، احنا ورانا ايه؟ خلي ميعاد السينما يروح. لسه بدري، الساعة ما حصلتش 5:30. لا يا ستي، الساعة بقت 6 إلا 5، ها؟ والسينما بتبتدي 6:30، وحليني بقى على بال ما حضرتك تخلصي زواق وولادك يخلصوا دلع. ايه، انا لبست خلاص يا سيدي. شوفي بقى الولاد خليهم يشد حيلهم شوية. حاضر. نوال. ايوه يا ماما. نعم. انتوا بتعملوا ايه؟ بنلبس يا ماما بنلبس. كل ده بتلبسوا؟ شدوا حيلكوا بقى شوية. يا ماما فتحي واقف قدام المراية ومش عارفة تسرح منه. بلاش معاكسة يا فتحي، خليها تسرح يا اخي. يعني انا حشتها يا ماما، ما تقف جنب الهام. يا سلام، ما بلاش تحكيمه وتيجي تسرحي جنبي. روحي اقفي جنب اختك الهام. يلا يا حبيبتي يلا. يا ماما مفيش مطرح جنب الهام. وسع لها شوية يا فتحي معلش. يعني بلاش انا اتسرح. وبعدين بقى في الدلع بتاعكوا ده، انتوا ظاهر ناويين تضيعوا ميعاد السينما. اتفضلي يا ست نوال. سعاد يا سعاد. ايوه جايه اهو يا كامل. يلا خلصوا بسرعه احسن ابوكوا ابتدى يتضايق. تسمح بقى تتاخر شوية؟ اتاخر اروح فين؟ اطلع الحيطه يعني؟ يعني بلاش اتسرح يعني؟ ما انت متسرحه اهو. تقدري تقولي لي يعني بتتعايقي على ايه؟ مين هيبص لك؟ وانت مالك انت يسم؟ يعني ما انت شايفه شكلك. اسم الله عليك، انت اللي عامل لي زي ابو قردان. انا ابو قردان يا حدايه؟ حدايه عاجبه نفسي يا اخي. اسمحي لي، انت نفسك حلوه قوي. تسمح تسكت بقى احسن، والله العظيم اقول لبابا. وبعدين بقى يا فتحي، يعني ما انت سامعه يا الهام؟ مش سامعه كلامها البايخ ده؟ ما هو انت يا فتحي اللي ابتديت. مش عاجبك كلامي ما تكلمنيش يا اخي. تقدري تقولي لي ايه بقى اللي هتقوليه لبابا؟ ما تقصروا الشر بقى، امال انتوا مالكم نقركم من نقر بعض كده؟ ما هو انا لازم اعرف ايه اللي عاوزه تقوله لبابا. يا جبانه. عارفه يا الهام بسلامته بيتشيك ليه؟ ليه؟ علشان توحة هتشوفه النهارده في السينما. يا بنت الايه؟ وعرفت منين؟ من التليفون يا فالح. اقول لبابا بقى؟ بت انت اتجننتي؟ وكمان بتشتم؟ طيب. لا ابدا، انا ما بشتمكيش، خليكي جدع عمال. يا جبان. الله يسامحك. نوال خلي عندك ذوق بقى. سيبيني يا الهام، لازم اخد حقي عشان يحرم يقول لي شكلي. ما انت خدتي بحقك وزياده بقى. الله. او النبي قولي لها يا الهام. انت عارفه انا ظبطته ازاي؟ ازاي؟ داخله الاوضه لقيته بيتكلم في التليفون وبيقول لها: توحة انا قطعت لك تذكره جنبي، انا هقعد في اخر الكرسي وانت تيجي بعد السينما ما تبتدي بشويه وتقعدي جنبي. توحة انا عندي ليكي كلام كتير قوي، وهي ما تجيش يا توحة. يا خبر يا فتحي، صحيح الكلام ده؟ انا ابدا، اصل الحقيقه واضحه زي الشمس. والتوحة بقى دي تطلع مين؟ مش عارفاها، البت المسلوعه دي ام عينين مغمضه. نوال لا اسمعي بقى، اوعي تقول عليها حاجه. اللي بتقول عليها المسلوعه دي لها اجمل عينين في الدنيا. وايه يعني بقى يا نوال؟ مش خلقة ربنا؟ ايه يا ولاد؟ ايه ده شديد؟ مفيش حاجة يا بابا. كويس كده؟ انتوا لسه ما لبستوش ولا ايه؟ لا يا بابا خلاص لبسنا، احنا جايين اهو. طب يلا بسرعه احسن ما عندناش وقت. مبسوطه دلوقتي يا ست زفت انتي كده؟ طب والله لا انا قايله له يا بابا. وش انتي مجنونه؟ لازم اقول له يا بابا. نوال ارجوكي نوال، علشان تحرم تشتمني. حقك عليا. ودي راسك ابوسه اهي. خلاص بقى يا نوال بقى، ويلا احسن بابا قلق. علشان خاطرك بس، علشان خاطرك والله. شفت دمي جاتك البلد. بتضحكوا على ايه؟ مفيش حاجه يا بابا، انا هقول لك. اصل فتحي نوال ايه الحكايه؟ اصل فتحي كان بيحكي لنا نكته. خلاص يا ولاد. ايوه يا ماما.
يلا يا سيدي، احنا كلنا جاهزين. هجيب الشنطه بتاعتي ونخرج على طول. ها هاتي لي الجاكيته من اوضه النوم يا الهام. حاضر يا بابا. كامل يا كامل، انت صحيتي يا امي؟ صحيت على هيصة الأولاد العفاريت دول. مش انا يا تيتا، مش انا. والله ما صحاني من النوم غيرك وغير شقاوتك وضحكك انت يا ست نوال. اتفضلي اتفضلي اقعدي يا امي. كتر خيرك يا ابني. الله، هو انتوا خارجين ولا ايه؟ ايوه يا امي، رايحين سينما. سينما في البرد ده يا ابني؟ دي الدنيا تلج. طيب البس الجيرس وعليه السديري وعليه الجاكيتة وعليه البلطو. الجو الليلة دي ملوش امان. وعليه اللحاف يا تيتا. نوال سيبها تضحك، سيبها. ما انا حاكم عارفاها، البت دي طول عمرها في الشتاء عايمة. ما غرقت يا تيتا من زمان. يا خبر، دي الدنيا ابتدت تشتي. مش قلت لكم؟ الله. طيب وبعدين؟ والتذاكر اللي حاجزينها دي؟ دي بترخ جامد قوي. عشان تبقوا تبطلوا لكاعة. يلا اتفضلوا احسن يا دوب نلحق. انت مش سامعة المطرة ولا ايه يا ست هانم؟ مطره؟ الله، دي بتمطر صحيح. طب وبعدين؟ اتفضل الجاكيتة يا بابا. خلاص ما عادش لها لزوم يا الهام. يا بابا ايه يعني شوية مطرة صغيرة؟ ما احنا هناخد تاكسي يا كامل. ايوه بس مش معقول في الجو ده. لا يا ابني، ده مش جو خروج. احسن حد من الاولاد ياخد نزله، الله لا يقدر. معاكي حق يا امي. طب ومش خسارة تذاكر يا بابا؟ في 60 داهية التذاكر ولا لما حد مننا يعيا. بعد الشر عليكم يا ابني. طيب يا بابا، اروح انا؟ نفسي اشوف الفيلم ده. يبقى روحوا في يوم تاني. ده اخر يوم النهارده والله يا بابا. ايوه يا بابا، خلي فتحي يروح وما تخافش، مش هيكون لوحده. مش هيكون لوحده؟ يعني ايه؟ اصلنا هنروح سوا انا وهي. لا يا ابني، تخرجوا في الجو ده ازاي؟ انتم مستغنيين عن عمركم. ما هو يا نروح كلنا سوا يا نقعد كلنا سوا. خلاص مفيش خروج. يا بابا انا خلاص يا فتحي بقى. الله يا ماما انا لازم. فتحي انا قلت مفيش خروج. وهي ذنبها ايه بس؟ هي انا بقول انا ذنبي ايه يعني؟ ادي انت قاعد ويانا زيك زينا. ايوه لكن يا بابا انا عاوز اشوف الفيلم. دي قصته حلوه قوي والله العظيم. معلش يا فتحي يا ابني، ما تزعلش. ما زعلتش ازاي يا تيتا؟ انت رايح تشوف قصة، حكاية بتاعت ناس في الغالب بتكون ما حصلتش، بتكون من خيال المؤلف. لكن احسن من القعده في البيت يا تيتا. ما حدش يعرف الأحسن فين يا ابني. انت زعلان علشان فاتك الفيلم؟ يا ريت كان على قد الفيلم يا تيتا. الحقيقة يا تيتا كلنا زعلانين. طيب ايه رأيكم هحكي لكم قصة حصل، قصة حقيقية مش تأليف. كل الدنيا ما بتنطر بفتكرها. حصلت لمين يا تيتا؟ حصلت لواحدة صاحبتي ولعب الشتاء فيها دور كبير. قصة حب جميل كلها أمل وسعادة، وجه الشتاء عمل منها مأساة. الله، دي باين عليها قصة حلوة يا تيتا. قوليها لنا يا تيتا. ايوه قولها لنا يا تيتا. هي حصلت امتى؟ حصلت امتى؟ من 50 سنة. ها. اسمعوا يا أولادي. في يوم من أيام الشتاء كانت هدى قاعدة ويا صاحبتها ليلى في جنينة في حلوان، مبسوطين لأن الشمس كانت طالعة والجو كان صح. وفجأة شافت هدى شاب قاعد لوحده جنب شجرة. اتهيأ لها إنها شافته قبل كده، لكن فين وإمتى؟ حاولت تتذكر ما عرفتش. دفعها الفضول إنها تقوم وتتقرب منه وتحاول تتحقق من شخصيته.